سيادنا السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في برنامجكم يا فتاح يا رزاق، البرنامج اللي كتقدموا لكم مؤسسة توفيق وصلتك. قبل ما نبداو لازم نجاوبوا على سؤال مهم اللي هو شكون فينا قادر يكون مقاول او مقاوله؟ والجواب هو ان اي واحد فينا قادر يكون مقاول او مقاوله، غير خصو يثق في راسو ويزعم وتكون عنده المحفزات الذاتيه بحالكم. والدليل هو على انكم كتشوفوا هذا الفيديو وما كليكيتوا عليه الا وعندكم الرغبه باش ديروا المقاوله ديالكم اللي كتحلموا بها. ومن هنا غادي نبقى نقول لكم خويا المقاول اختي المقاوله، باش تكونوا مقاولين ناجحين خاصنا نطبقوا القاعده الخماسيه اللي كتجمعها كلمه واحده اللي هي القدره. اول حاجه هي القدره على التعلم والرغبه في البحث. اي واحد باغي ياسس مقاوله خاصو يكون عارف راسو شنو باغي وعنده القابليه باش يتعلم حوايج جداد ويبحث ديما على الجديد قبل ما يبدا في المشروع ديالو. مثلا ممكن تكون متمكن من الصنعه ديالك ولكن ما كتعرفش الانفورماتيك، اذا باش تطور الخدمه ديالك خاصك دير تكوين خفيف في هذا المجال، حيت اغلب الكليان دابا كيتعاملوا بلي زيميل، وفي هذه الحاله غيصعب عليك تتعامل مع هذا النوع ديال الكليان ويصعب عليك تعمر فاكتورات والدوفيات ديال المقاوله ديالك. وما تنساش اثنان لا يتعلمان، الخجول والمتكبر. ثانيا القدره على التسيير. ملي كنكون على راس مقاوله سواء كانت كبيره ولا صغيره لابد ما تكون عندي القدره على التسيير بزاف ديال الحوايج. واول حاجه التسيير الذاتي، كيفاش تسير راسي، كيفاش ننظم وقتي، وكيفاش نوظف الكفاءات والقدرات ديالي ونستغل التجربه والخبره ديالي باش نكون مقاول ناجح. ثانيا التسيير المالي، خاصني نعرف نسير الفلوس ديال المقاوله ونوازن بين الفلوس اللي خارجه والفلوس اللي مازال ما دخلات والفلوس اللي عندي في لاكيس. ثالثا تسيير الفريق، لابد ما نحرص على خلق الانسجام مع فريق العمل ديالي ونتفادى وقوع الخلافات بيناتهم. ثالثا القدره على الاستيعاب والتحليل. المقاول والمقاولين اللي ناجحين يتميزوا بعقل خفيف قادر يوزن الامور وما كيتسرعوش في اتخاذ القرار حتى كيعرفوا الاصل ديال المشكل فين كاين، ماشي طاحت السمعه على القول حشام. رابعا القدره على الاقناع وربط العلاقات. المقاول خاصو يكون مطلق ومبشور مع الكليان ديالو، ماشي ديما معبس وساد على راسو. العلاقات مع الناس كتصنع سمعه مزيانه للمحل ديالك. وما تنساش الا شكرك الكليان للناس هذاك هو احسن اشهار للمقاوله ديالك. خامسا القدره على الطموح الواقعي. اي مقاول او مقاوله باش يكونوا ناجحين ضروري ما يكون عندهم طموح، ولكن الطموح ديالهم خاصو يكون معقول وواقعي وقطره بقطره تيحمل الواد. اذا قبل ما نختموا الحلقه ديالنا غادي نذكركم اهم الحوايج اللي خاصها تكون متوفره في المقاول واللي اختصرناها في القاعده الخماسيه وسميناها القدره على التعلم، على التسيير، على الاستيعاب والتحليل، وعلى ربط العلاقات والطموح الواقعي. ونبغي نوضح واحد القضيه، ان الكمال لله، ونشوف اي حاجه ناقصاني نتكون فيها قبل ما نبدا المقاوله ديالي. ويا المقاول اختي المقاوله، الحلقه ديالنا سالات، نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله اللي غنتكلموا فيها على دراسه المقاوله، وغادي تلقاوها في الموقع ديالنا www.bodor.ma. وما تنساوش اي سؤال في بالكم كيدور غادي تلقاو جوابه في موقع بودور. في امان الله.